بين الأبنية موجودة. هون في المنطقة؟ هذا نحن واقفين على أنقاض علم؟ نعم. كيف يصير؟ هون كانوا يجيبوا الجثث يقتلوها ويفجروا البناية فوق، يقتلوهم هون بعدين يجوا. فيديو أمجد يوسف اللي انتشر ايه تذكرته؟ ايه شفته. نفس الطريقة؟ ايه نفس الطريقة. كل المجازر؟ لا مو كلهم. شو غيرها كيف يكون؟ كانوا يجيبوا عسكريين من الأفرع والمدنيين؟ والمدنيين ونفس طريقة القتل؟ بالرصاص يرصوهم. يعني قصفي ميداني للكل. هم مربطين على الجورة؟ نعم. بعد ما ينقتلوا كلياتهم فجروا البناية. هذا الحكي هيك صح؟ صحيح. هذا بني ادم كأنه هون في عظام؟ ايه بني ادم. تدوير اكثر من مره اجوا الشباب لقوا عظام ولقوا اشياء من نبش. نعم. لانه هنا كانوا يدفنوا كل المنطقه هي، كل مره يجوا يصفوا ويدفنوا يعني. ما انه يتعذبوا بالتهويه او كذا. لا يعني هاي ممكن اني بعض الضحايا هون الله يعزك الكلاب هي بتنبش العظام كلها هون. ايوه ما بتشموا بطاقة لحم بين الاهالي كانت على طول تجي مبين ليك هي عظمة بني ادم. ورك وما ورك. نحن بنستعرضها مشان اللي بده يكذب الخبر هي اطباء تشوف بعينها. مو هيك؟ لانه ما هي معقول يعني هون مش في عندنا هلا اسود هون؟ لا حتى الاهالي اكثر من مره يعني كانوا لقوا. هاي العظمة غالبا هي لإنسان من مجزرة من عشرات المجازر اللي اعترف فيها هذا المجرم والمجرمين اللي كانوا أيضا. البنايات هاي المهدمة كلياتها كانت حجة على أنها طيران تتنفذ الجرائم تحت القوائم اللي موجودة بالخلف، وبعدها بتتدمر بشكل كامل. بدمروها على أساس هاي ناس ميتة تحت الأنقاض أو ما تبين أبدا وما تنعرف.